دونالد ترامب الملياردير اللي قلب السياسة الأمريكية رأسا على عقب، من رجل أعمال فاشل وناجح في نفس الوقت لرئيس أقوى دولة في العالم. قصته مليانة مفاجآت وصدمات وفضايح تخلي أي حد يسأل هو مين الراجل ده بالظبط. اتولد سنة 1946 في نيويورك وسط عيلة غنية جدا. أبوه كان فريد ترامب، واحد من أكبر رجال العقارات في أمريكا. لكن دونالد ما كانش طفل هادي، كان مشاغب، وعشان كده أهله ودوه مدرسة عسكرية وهو عنده 13 سنة بس عشان يتعلم الانضباط. وفعلا المدرسة دي شكلت شخصيته الطموحة والعنيدة. في بداية السبعينات بدأ ترامب يدخل مجال العقارات مع أبوه، لكن طموحه كان أكبر من كده بكتير. ركز على مشاريع ضخمة في منهاتن زي أبراج وفنادق وكازينوهات، وفي الثمانينات بقى اسمه رمز للثراء والفلوس. لكن الحقيقة إن مش كل مشاريعه نجحت، حصل له إفلاس أكتر من مرة وخسر مليارات. وبرغم ده قدر إنه يلمع صورته قدام الناس ويحول نفسه لرمز للنجاح. مش بس رجل أعمال، ترامب دخل عالم الإعلام كمان. في 2004 أطلق برنامج ذا أبيرنتس اللي خلاه نجم تلفزيوني. الجملة الشهيرة بتاعته كانت You are fired، خلت ملايين يتابعوه ويحبوا أسلوبه الكوميدي والمختلف، وده زود شعبيته بشكل كبير وسط الشعب الأمريكي. في 2015 أعلن نفسه إن هو ناوي يترشح للرئاسة. في الأول الناس افتكرته إن هو بيهزر أو محتوى ساخر بيعمل نكتة، إزاي رجل عقارات ومذيع برامج كوميدية هيبقى رئيس. لكن في 2016 فاجئ العالم وكسب الانتخابات قدام هيلاري كلينتون. من هنا بدأ فصل جديد في حياة ترامب. قرارات مثيرة للجدل زي حظر السفر على بعض الدول واللي كان منها دول عربية، والانسحاب من اتفاقيات دولية، ومواجهة مفتوحة مع الإعلام الأمريكي. ترامب كان محاصر دايما بالفضايح، من قضايا تحرش اللي اترفع عليه أكتر من دعوى تحرش وقضية، لاتهامات كمان بالتلاعب الضريبي، وصولا للتحقيقات الكبيرة اللي اتهمته بالتدخل الروسي في انتخابات سنة 2016. ورغم كل ده كان بيواجه الإعلام بنفس الجملة إن دي أخبار كاذبة. علاقته مع قادة العالم كانت محيرة. في مرة هاجم كوريا الشمالية ووصف كيم جونج أون برجل الصواريخ الصغير، وده بشهور ظهر معاه في لقاء تاريخي. وبرضه مرة كان بيتكلم عن الأمير محمد بن سلمان وإن هو مش هيجي للسعودية، وفي نفس الوقت راح السعودية لزيارة رسمية وتصور مع الأمير. وبرضه علاقته مع بوتين أثارت شكوك كتيرة، ناس قالت إنه قريب منه بشكل إنه يضر أمريكا. في 2020 خسر الانتخابات قدام جو بايدن، بس رفض يعترف بالنتيجة. الموقف وصل لقمة التوتر يوم اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، واللي اتهموه فيه انه حرض انصاره على الهجوم. النتيجة بقى اول رئيس في تاريخ امريكا يحاكم مرتين في الكونجرس. عجيب انت يا ترامب. بعد خروجه من البيت الابيض لسه اسمه بيتصدر العناوين، انصاره اللي شايفينه رمز للقوة وخصومه اللي شايفينه خطر على الديمقراطية. والنهاردة بقى رجع تاني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لما كسب الانتخابات بتفوق كبير. ترامب رجل أعمال ونجم تلفزيوني ورئيس مثير للجدل، عبقري سياسي ولا هو مغامر محظوظ؟ في النهاية قصته بتوصل رسالة إن أي حد مهما كان غريب أو مختلف ممكن يوصل للقمة. وإنت رأيك إيه؟ لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، وإن شاء الله هنستمر في المحتوى المفيد والمشوق ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.